لو بتحبي الكوكيز يبقى الفيديو ده ليكي. تعالى اقولك على طريقة الكوكيز بأسهل طريقة في البيت، كأنك بتشتريه من اكبر المخابز وبطريقة سهلة ومقادير عندك موجودة في البيت. عندي نص كوباية زبدة بكون مخرجاها بره التلاجة بحوالي 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير من التلاجة قبل ما اشتغل فيها. بحطها عندي في العجان، او لو انت هتشتغلي بمضرب عادي تحطيها في بول عندك. عندي كمان كوباية سكر، منها تلتين كوباية سكر بني وتلت كوباية سكر ابيض. انا هنا ما عنديش سكر بني فحطيت تلتين سكر ابيض وحطيت عليهم معلقه عسل اسود، هيديني السكر البني اللي انتوا شايفينه ده. هحطهم عندي في العجان وهضربهم كويس لحد ما ينعم السكر معايا مع الزبده، واهيش الزبده شويه كده كويسين لمده 5 دقايق، بحيث ان ادوب السكر والزبده عندي تهيش معايا، عشان بعد كده هنزل بالبيض بتاعي. هخلص ضرب هتهيش معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هحضر عندي بيضتين بدرجة حرارة غرفة مخرجاهم من بره التلاجة وورقة فانيليا. انا هنا حطيت عندي البيضتين بيضة بس هنا للأسف نسيت التليفون فصل فما تصورتش. فهنزل عندي بالبيضتين، شايفين القوام بتاعها، القوام معايا زاد والزبدة هاشت. وهبدأ احضر عندي مقدار الدقيق بتاعي كوبايتين دقيق عليهم نص معلقة ملح ومعلقة نشا كبيرة هضيفها على الدقيق بتاعي. وبعد كده كمان هحط نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، هقلبهم كويس مع بعض، وبعد كده هنزل بيهم على خليط البيض والزبدة والسكر وهديهم تقليبتين. في المرحلة دي انا هقدر لو انا هستخدم العجان، يا دوب العجان هنزله وهيبدأ ان هو يختلط الدقيق معاهم. انا مش بعجن، بس بلم العجينة بتاعتي، او ان انت تقدري تعجنيها بايديكي عادي لحد ما تلمي الدقيق بتاعك وخلاص بتوقفي ما بتعجنيش. هنزل الحواف بتاعتي هنا، هنزل الحواف بتاعتي عشان الدقيق كله يختلط مع الزبدة والسكر والبيض. وهكمل معايا هنا ان انا الم الدقيق بتاعي اللي انا نزلت بيه، ومجرد ما يختلط معايا الدقيق كامل مع الزبدة والسكر خلاص بوقف على طول وما بعجنش معايا عشان ما يعملش معايا عرق. معايا هنا كوباية شوكولاتة دارك، دي شوكولاتة بالحليب مكسراها مكعبات صغيرة وبتكون خارجة من التلاجة. اهم حاجة تكون خارجة من التلاجة عشان خاطر ما تسحش معايا في الخليط اللي انا شغالة فيه. هاخدها معايا هنا في بولة. هو الافضل انك انتي تسيبيها في التلاجة عشان تحتفظ بقوامها وشكلها، واسيبها في التلاجة لمدة ساعتين 3. وكمان هيبقى افضل لو انتي سبتيها من بالليل وباتت معاكي في التلاجة. انا هنا دخلتها التلاجة لمدة ربع ساعة وبعد كده اشتغلت فيها على طول. خرجتها من التلاجة بالشكل اللي انتوا شايفينه، يعني تماسكت شوية، بس انا قلت هنا الافضل معايا ان انا لو سبتها باتت ليلة او سبتها 3-4 ساعات بحيث انها تجمد كويس، وابدأ اشكل فيها عشان ما تسحش معايا بين كفة ايدي وانا بشكلها. هحضر معايا صاج فيه ورقة زبدة، ما بتنهوش اي حاجة خالص، هي فيها زبدة كافية. وبعد كده باخد معايا بكور. هنا انا كورت الكور بتاعتي حجم كبير، بس هي مش واضحة هنا، واضحة معاكم صغيرة، لكن الكور بتاعتي كبيرة. بكورها كور عشوائية عادي، بس اهم حاجة ان انا اسيب مسافات بين الكورة والتانية عشان خاطر هي لسه هتفرش معايا في الفرن، فهتاخد مكان عشان ما يلزقوش مع بعض. خلصت كل الكمية بتاعت الكوكيز، وبعد كده كمان عندي شوكولات شيبس. هبدأ ان انا احط شوية كده على الوش بتاعي، يبقى كده قطع الشوكولاتة بتكون من جوه هتسيح معايا في الكوكيز. وكمان عندي شوكولات شيبس، يعني كلها شوكولات، فهي طعمها لذيذ جدا جدا جدا. اخدتها معايا. بكون في المرحله دي بكون مشغله الفرن بتاعتي على 180 درجه، بس اول ما هدخل عندي الكوكيز هنا هدخله عندي في الفرن على درجه حراره 160 درجه. هسيبها عندي حوالي من 12 ل15 دقيقه. هنا ليك الاختيار انك انت تشغلي الشوايه، هو هتلاقيه طاري معاكي، بس مجرد ما بتخرجيه وتسيبيه في الصاج بتاعك 5 دقايق بيهدى وبيبدأ يشد معاكي. ليكوا حرية هنا انك انت ممكن تشغلي الشواية وتخليه تديله لون احمر شوية زي ما انا عاملة هنا، او ممكن تسيبيه ابيض من غير ما انت ما تشغلي عليه الشواية خالص. شايفين هو مقرمش من بره والقلب بتاعه طري وجميل جدا جدا جدا. تحفة. الكوكيز ده مختلف عن كوكيز اللي احنا بناكله في الافران. كوكيز الافران بيميل لبسكوت شوية، ده بيميل للبراونس اكتر. وصلت معايا لحد هنا، حط لايك وكومنت حلو. مع
هتوحشوني لحد الفيديو اللي جاي. مع السلامة.